القصه ديالنا كتبدا مع واحد الدري سميتو دري باركر اللي في عمره 12 عام واللي كيكون عايش غير هو ومو شيري مورا ما مات باباه. واحد النهار شيري جاتها فرصه عمل واحد الشركه ديال الطوموبيلات في عاصمه الصين، وهكا قررت تحول من تما. دري ما كيكونش فرحان حيت في نظره المدينه الجديده ما غاديش تكون زوينه، ولكن ما عنده ما يدير من غير انه يقبل. من بعد كنشوفوه هو وماما كيسلموا على جيرانهم وعلى عائلتهم، وملي كانوا في الطياره كنشوفوا شيري كتاخذ دروس ديال الشينويه، وقالت الولد غيدير نفس الحاجه ولكن هو ما كيبانش مهتم بالامر. دري فاش دخل الدار ما كانش عاجبو الحال، ولاحظ باللي حتى الرسوم اللي كانوا كيعجبو كانوا بلغه اللي ما كيفهمش. ولكن من زارو تعرف على واحد الدري سميتو هاري اللي كان كيعرف يهضر بلونجلي. من بعد كنشوفوا ماما كطلب منه يمشي يعيط على المعلم اللي سميتو مستر هان باش يجي يصاوب ليه المسخون في الروبين، وهادشي اللي كان. دري مشى وبدا كيسول عليه الناس تما، ولكن حتى واحد ما كان كيفهمو. في الاخر لقاه وعاود ليه على الروبيني، ولكن مستر هان ما تسوقش ليه وكمل ماكلته. في نفس النهار دري مشى يلعب الباسكيت في واحد البارك مع هاري ومع شي دراري اخرين. ملي كان لاعب شاف واحد البنت جالسه سميتها ماينغ ومشى باش يدوي معاها، ولكن هي بدات كتضحك على الشينويه العوجه ديالو وهي تبدا تهضر معاه بلونجلي. من بعد كنشوفوا واحد الدري اللي عنده 15 عام واللي كيكون من عائله ماينغ جا ودفع دري حتى طاح. ملي دري ناض بغى يتضارب معاه، ولكن تشينغ عاود طيحو، ولا كنعرفوا باللي هو كيلعب الكاراتي. من بعد كنشوفوا ماينغ جات وطلبات منه يمشي في حاله. من بعد كنشوفوا دري داخل الدار كيتسلت. النهار اللي موراه كنشوفوه كيستعمل الميكاب ديال ماما باش يدرك ديك الزروقيه اللي كانت في وجهه. وفي نفس النهار كنشوفوا ماما غاديه بيه للمدرسه. ملي وصل اكتشف باللي حتى ماينغ تشينغ والفرقه ديالو كيقراو في هذيك المدرسه. في العشيه المعلم هان جا لدار دري باش يشوف المشكل ديال الروبيني، وملي بدا داخل شاف دري كيدرب الكونغ فو قدام التلفاز. من بعد ما صوب الروبيني عيط لدري باش يوريه كيفاش يحل المسخون، وملي شافو ما تسوقش ليه شير عليه بواحد القفاله ديال معجون الاسنان بالضبط في عنقه. من بعد وقت قصير جات شيري وبدات كتخاصم على ولدها حيت ديما كيلو حوايجو في الارض. وفي هاد الوقيته كنشوف المعلم طالق ودنيه. النهار اللي موراه دري مشى للمدرسه وبدا كيسمع الصوت ديال الكمانجه، وملي مشى يشوف المصدر ديال هاد الصوت لقى مين كتدرب، وقالت ليه باللي الدخول ديالها الاكاديميه مهم بزاف ليها ولعائلتها، اللي هذا خاصها دير كاع اللي في جهدها. هضرتهم تقطعات ملي جا المدرب ديالها، وهادشي اللي خلى دري يمشي في حاله. ملي خرج تشينغ والفرقه ديالو داروا بيه وقالوا ليه بعد على مين ولا ما غيعجبك حال. من بعد ما خرج من المدرسه وبدا راجع للدار هو وماما خرجوا في واحد المدرسه ديال الكونغ فو. دري مشى كيجري فرحان باش يكتشف المدرسه، ولكن ملي بان ليه تشينغ كيتدرب تما ما بقاش متحمس كيف الاول، وهو يخرج وقال لماما يلاه نبعدوا من هنا. شيري ملي شافته هكاك بغات تعرف مالو، وهو ينفجر وقال ليها باللي هاد البلاصه كاع ما عاجبه وكاع ما باغي يبقى فيها. شيري بقى فيها الحال وما عرفاش ما تقول ليه من غير انها تواسيه. من بعد واحد الفتره المدرسه نظمت واحد الرحله، ودري واخا مشى معاهم حاول ما يهدرش مع مينغ حيت تشينغ كان حاضي. ملي رجعوا وبداو نازلين من الكار دري تخبى على تشينغ وصحابو من ورا واحد الطوموبيل، وفي هذيك اللحظه بان لي واحد السطل فيه الماء موسخ، وهو يخوي على تشينغ وصحابو ومن وراها هرب، ولكن تبعوه وهما يشدوه وبداو كيضربوا فيه حتى طاح الارض. وملي تشينغ كان يلا غيضربوا ضربه قويه جا مستر هان وهو يشد ليه يدو ودفعو وقال ليه سير في حالك انت وصحابك، ولكن الدري ما بغاوش وبداو كيضاربوا معاه. وفي الاخر مستر هان غلبهم كاملين، وهنا كنعرفوا باللي هو مدرب ديال الكونغ فو. من بعد كنشوفوه دا دري للدار وبدا كيداوي فيه وكيفسر ليه باللي تشينغ وصحابو كاع ما خايبين، ولكن هما غير كيتبعوا التعليمات ديال المدرب ديالهم اللي سميتو لي، اللي كيعلم التلاميذ ديالو يكونوا ناشفين من الرحمه قدام العديان ديالهم. في واحد اللحظه دري سول مستر هان واش يقدر يعلمو الكونغ فو، ولكن هو رفض. من بعد كنشوفوهم مشاو عند المدرب لي باش يتصالحوا، ولكن هو رفض الصلح وتحدى دري يضرب ضد تشينغ. المدرب هان بحكم ما بغاش القضيه تزيد تكبر قرر يمشي في حاله هو ودري، ولكن المدرب حبسهم وقال لهم باللي ما عندهم فين يمشيو حتى واحد فيهم يتضارب اليوم. وفي هاد اللحظه المدرب هان بانت لي واحد اللافته ديال واحد الكومبا غادي تلعب عن مقارب، وهو يقترح على المدرب لي واحد البلان وقال ليه باللي دري غيتضارب مع واحد من التلاميذ ديالو في الكومبا الجايه. المدرب لي قبل وقال ليه باللي التلاميذ ديالو غيفوتوا عليهم دري في هاد الفتره باش يخليوه يتدرب على خاطره. ملي بداو راجعين المدرب هان ترجم ليه كاع داكشي اللي قالو. دري تصدم وقال ليه باللي هذوك الدراري كاملين مدربين مزيان الكونغ فو. مستر هان جاوبو وقال ليه باللي هما معلمين غير الكره وباللي هو اللي غيعلمو الكونغ فو الحقيقي. هادشي خلى دري يتحمس بزاف. النهار اللي موراه دري ملي خرج من المدرسه مشى نيشان عند المدرب هان باش يدربو. ملي دخل بانت ليه واحد الطوموبيل وهو
سول عليها المدرب اللي جاوبو وقال ليه باللي غير ما كيلقاش ليها البلاصه برا. من وراها بداو التدريب ديال المبتدئين، بحال يحيد جاكيطه يلوحها في الارض يهزها ويعلقها ويبقى يعاود في هذه العمليه هذه. الدري بدا كيسول اسئله كتار ولكن المدرب هان كاع ما كان كيجاوب. دازت الايام ودريك كنشوفوه كيتدرب كل نهار بنفس الطريقه، حتى واحد النهار فين دري طلع عليه التدريب في راسو وقرر يحبس ويمشي في حاله، وقال لمستر هان باللي هو ما كيفهم والو في الكونغ فو. في هذه اللحظه المدرب ناض عنده وهو يبدا معاه التدريب ديال بصح. Firm. Right feet back. Yep. Hang on. وهنا دري عاد فهم علاش المدرب كان كيدربو بالتعليق ديال الجاكيطه، وهكا كمل التدريب ديالو بالجاكيطه وهو متحمس. واحد النهار مستر هان داه واحد المعبد اللي فيه كان كيتدرب مع باباه ملي كان صغير. دري بدا كيكتشف وشاف واحد المراه كتخلي الكوبرا تقلدها في الحركات، وملي قال المدرب ديالو باللي ما كراهش يدير بحالها جاوبو وقال لي باللي هادشي كيحتاج تركيز كتير وباللي هادشي صعيب عليه حيت هو مازال مبتدئ. ملي وصلوا للطاج الاخر دري شرب من واحد المغرب ومن وراها دربوا شويه قبل ما يرجعوا للدار. النهار اللي موراه المدرب بدا كيصعب معاه في التدريب، ومن بعد سيمانات كتار ديال التدريب القاصح مستر هان قرر يعطيه نهار راحه، وفي هذا النهار غيمشي باش يحضر الاختبار ديال مينغ اللي ملي سالات وسلمات عليه والديها ما عجبهمش الحال وامرها ما تبقاش تشوفه. الدري خرج ومشى نيشان عند المدرب هان اللي لقاه كيدقدق في الطوموبيل وحالته حاله. ملي دري سولو مستر هان بدا كيبكي وقال لي باللي بحال هذا النهار ماتت ليه مرته وحتى ولدو في واحد الكسيده من بعد ما تخاصموا، ومن تما كل عام في بحال هذا النهار كيهرس الطوموبيل وكيدوز عام كامل وهو كيصوب فيها كعقوبه ليه. باش يواسيه شويه دري خرجوا من الطوموبيل وشجعوا باش يكمل ليه التدريب. دري تحمس يتدرب اكثر باش يعاون المدرب ديالو ويخرجوا شويه من الصدمه. بحكم الكومبا قربات كنشوفوا دري بدا كيتدرب كل نهار اكثر واكثر، وفي نفس الوقت المدرب ديالو كيعلمو كيفاش يعتذر بالشينويه باش يمشي يطلب السماحه من بابا مينغ، ومن ظهره باباها سمح ليه ووافق ان بنته تحضر الكومبا باش تشجع دري. كنمشيو لنهار الكومبا وكنشوفوا دري ارتبك ملي شاف العدد الكبير ديال الناس اللي غيتفرجوا فيه. في الراوند الاول دري بكثره الارتباك خرج من الدائره اللي ما خصهمش يفوتوا وبسبب هادشي ضيع نقطه. في الراوند الثاني ركز اكثر وقدر يغلب المنافس ديالو، وهادشي اللي خلاه يتشجع اكثر وبدا كيغلب فيهم واحد مورا الاخر. في نفس الوقت كنشوفوا حتى تشينغ كيغلب المنافسين ديالو. في نصف النهائي كنشوفوا دري مواجه ليانغ واحد من الدراري ديال المدرب لي. قبل ما يبداو المدرب امر ليانغ باش يهرس دري من الركبه ديالو، ولكن ما بغاش حيت كان متاكد باللي غيربح ضده بلا ما يهرسو. ولكن من بعد بزاف ديال الضغوطات من المدرب ديالو في الراوند الاول شد ليه ركبته وبقى كيضرب فيها حتى طيحو. بسبب هاد الضرب الخيب ليانغ تقصى ودري تاهل النهائي، ولكن بحكم كان موعد بزاف كنشوفوه داو للطبيب. وهاد الاخير قال باللي دري مستحيل يقدر يكمل هاد الكومبا. كنمشيو عند تشينغ اللي كيكون واجد باش يستلم الجائزه ديالو، ولكن هادشي الا ما رجعش دري. كنرجعوا عند دري وكنشوفوه طلب من المدرب هان يداوي بالطريقه الشينويه القديمه. في الاول ما بغاش ولكن في الاخر دري يقدر يقنعو. ملي داوى ليه ركبته كنشوفوا دري رجع باش يواجه تشينغ. ملي بدا الراوند الاول تشينغ دفع دري حتى خرج من لازون اللي ما خصهمش يفوتوا، وهادشي اللي خلاه يضيع النقطه الاولى. ولكن هاد النتيجه غادي تتبدل ملي دري غيغلب تشينغ جوج مرات متابعين. المدرب ملي شاف هادشي ناض عند تشينغ وقال لي حاول تضربوا في الركبه اللي موعد فيها، وهادشي اللي كان. تشينغ ضرب دري ضربه خايبه في الركبه ديالو، وبهاد الضربه كيكونوا تعادلوا واللي زاد فيهم نقطه هو اللي غادي يكون الفائز. من بعد كنشوفوا دري ناض وبدا كيدير في نفس الحركات اللي كانت كدير هذيك المره قدام الكوبرا في المعبد، وبهاد التقنيه قدر يضرب تشينغ لراسو حتى طيح. وهكا ضمن النقطه اللي خلاته يربح هاد الكومبا. موراها كنشوفوا تشينغ بروح رياضيه كيعطي جائزه لدري، وفي الاخر كنشوفوا كاع الدراري تحناو المدرب هان باش يكون هو المدرب ديالهم الجديد، وهادشي كامل قدام المدرب اللي ما عرف باش تبلع. حتى هنا كيسالي الفيلم. كنتمنى يعجبكم، ما تنساوش ديروا لايك وتخليو شي كومونتير زوين، ونشوفكم في الفيلم الجاي. تهلاو.